السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا طريقة تحضير المعمول بالجوز. مقاديرنا لليوم لنص كيلو. راح نحكي بالبداية عن كيف بنحضر الحشو. عندنا 250 جرام جوز بهالقوام، مبروش أو مكسر بالطريقة يلي بدكم إياها. عندنا ملعقة سمن عربي راح نضيفها على الجوز، مقدار نص كاسة كبيرة قطر عادي، مقدار نص كاسة كبيرة قطر شديد. نضيف السمن، نرجع نضيف القطر الخفيف، بنحركهم ونتركهم لمدة ربع ساعة أو نص ساعة، إذا أكتر ما في مشكلة. نرجع نضيف عليهم القطر الشديد. بعد ما حكينا عن كيفية تحضير الحشوة، نبدأ بتحضير العجينة. نبدأ بالمكونات: 400 جرام طحين أو 3 كاسات ونص طحين، 100 جرام سميد زيرو أو 3/4 الكاسة سميد زيرو، 100 جرام سكر أو نص كاسة كبيرة سكر، 200 جرام سمن نباتي أو 5 ملاعق سمن نباتي 5 ملاعق كبار، 15 جرام حليب بودرة أو ملعقة كبيرة حليب بودرة، نكهة محلب، 75 ملي مي. نبدأ بخلط طحين مع السميد مع السمن. طريقة الفرك معروفة بهالشكل. نستمر بفركه بهالشكل لنحصل على القوام المطلوب أو ليصير معنا عجينة طرية. بعد ما وصلت معنا العجينة لهالقوام نفردها بهالشكل ونضيف عليها السكر والمي وحليب البودرة ونكهة المحلب. ندوب السكر بالمي مع حليب البودرة مع نص ملعقة صغيرة محلب. نحركهم ليدوب السكر تماما. بعد ما ذوب السكر بنضيفهم على العجينة، نشربهم للعجينة تشريب. نستمر بتحريكهم ليتشربوا السوائل تماما بهالشكل. ما بنفركهم. بعد ما وصلت معنا العجينة لهالمرحلة وصارت جاهزة، نبدأ بتقطيعها. نحاول تكون القطع متساوية ومناسبة للقالب الموجود، لحجم القالب الموجود عندنا. أنا عندي هذا القالب. وبعد ما انتهينا من مرحلة التقطيع نبدأ بالحشو بهالشكل. وإذا شفنا الجوز ما عم يتماسك معنا أو ما عم يتشكل، نحاول نفركه بإيدنا أو نصبر عليه شوي ليصير يتشكل أو يتماسك لينشف شوي إذا شفناه رطب كتير. بعد ما انتهينا من حشوهم نبدأ تشكيلهم بالمكبس أو القالب المتوفر عندنا. أنا عندي هاد بنغبره بشوية طحين. نكبسهم بهالشكل، نحاول نكبس أكتر من مرة. إذا بنحب فينا نحط بأرضية الصينية ورق زبدة أو ندهنها بسمن أو نغبرها بطحين، أنا ما بستخدم شي. بعد ما ننتهي من كبسهم على الفرن مباشرة
درجة حرارة خليها تكون عالية 220 أو 240. نشوي وجهها بالبداية، نرجع بنطالع نبردها شوي ونشوي أرضيتها، وبعد شوي بنشوف النتيجة سوا إن شاء الله. وبعد ما طلعناه من الفرن وصار جاهز مثل ما نكون شايفين من لون وقوام. بالرغم من انه نسبة الحشوة فيه كتيرة، متماسك وهش بنفس الوقت. إذا عجبتكم الطريقة والنتيجة تابعونا لنستمر مثل ما انكم شايفين. والسلام عليكم ورحمة الله.